السلام عليكم، ازيكم؟ وحشتونا كتير. بقالي يومين ما طلعتش معاكم ولا عملت لكم فيديوهات، فكنت جايبه ليمون بقى وهعمل معاكم الليمون ده، هخلله معاكم. بصوا طريقه تحفه وريتين حلوه قوي قوي، هيعجبكم. بس كملوا الفيديو للاخر يا احلى واجمل اخوات في الدنيا كلها. بصوا الدعم منكم ليا بقى، تحطوا لايك تحت الفيديو وتسيبوا لي تعليقات كتير كتير، مش هتخسروا اي حاجه. بحبكم كتير كتير كلكم، وبشكركم كلكم يا اولاد والله. جبت بقى الليمون واديته بس غلوتين على النار، يا دوب بس غلوتين اتنين على النار علشان ما يتهريش مني بسرعه، لان هو كده كده اصلا بيكمل السوا بتاعه يعني في التخليل في الميه والملح. هخلي بقى بايه، انا جبت اولاد شطه من اللي هي الحمرا دي مفرومه، وقمت جايبه شطه من اللي هي الطويله دي. حراقه، بص حراقه موت موت. يا ريت تلبسوا بقى جواندا او اي حاجه لو انتوا ايديكوا حساسه. انا طبعا ايدي حساسه خالص خالص من الشطه ومن اي حاجه، وللاسف الشديد ما لبستش حاجه في ايدي ولعت نار. المهم بقى ايه، فرمت برضو من اللي هي الشطه دي بقى شطه مع الملح. فرمتهم كلهم كده في الخلاط، وجبت بقى ميه واحط الملح واحط الشطه اللي هي الحمراء المفرومه دي، وهقلب بقى كله ببعضه كده. بص انا بحط الميه اللي هي تكفي الليمون، وبحط بقى الملح. بصوا بالقيمه كده يعني بالنظر، يعني انا ما شاء الله عليا يعني يا ولاد والله. بصوا مش بشكر في نفسي انا عيني مزاج بصراحه، انا بعمل الحاجه والله العظيم عمري ما عايرت لاي حاجه. وبصوا اي حاجه انا بعملها بتطلع تحفه وبيطلع ريحتها جميله قوي يعني. بصوا كل يعني لما بعمل محشي او بعمل مكرونه بشاميل او بعمل اي حاجه، بتبقى ريحتها قلب الدنيا وقلب الشقه. مش ان انا شاطره ولا ان انا بعمل اللي محدش عمله ولا حاجه، لا، عشان انا قلب نضيف وقلب ابيض. فاللي بيطلع اللي بعمله من قلبي وبعمله بايدي بيطلع كله من قلبي، فبيطلع بصوا في كل طاقة الحب اللي في قلبي يا اولاد بتطلع في الحاجة اللي انا بعملها. فلازم تحبوا اي حاجة انتوا بتعملوها عشان ربنا يبارك فيها وتطلع حلوة كده وربنا يطرح فيها البركة. بصوا حطيت كل حاجة بقى والشطة وكله في كله كده مع بعضه، واحط بقى الليمون بقى معاه. تمام. بصوا اسبوعين اتنين او 3 اسابيع بالكتير وهتاكلوا احلى مخلل ليمون. على فكرة انا بحب المخلل الليمون بالمية والملح والشطة ده عن اللي هو الليمون المعصفر التاني بحس ان هو اتقل كده ومش مش بحبه يعني قوي. الليمون بقى رخيص دلوقتي، وجايبه كيلو وربع ب10 جنيه. تمام. فقمت جايبه بقى ايه ب30 جنيه، قلت له زين لي ب30 جنيه. قام جايب لي دول حلوين قوي قوي والله يا ولاد. بصراحه السنه اللي فاتت انا عملت برطمانين يعني في نفس الايام دي كده ونفس الميعاد ده، وكفوني لغايه رمضان، واكلنا منه كمان في رمضان. فانا بصراحه انا يعني مش بعرف اكل اي اكل من غير المخلل. بصراحه لازم يكون عندي مخلل بالذات بقى. ولسه كمان عايزه اجيب ليمون يا اولاد، بس الليمون غالي قوي. الليمون الكيلو ب35 جنيه للاسف الشديد. بحب الليمون بحب الزيتون اللي هو المعمول في البيت قوي قوي بطريقه. بس وريحته بقى بتفكرني بايام ما ماما كانت بتعمله زمان. كان بيطلع قبل رمضان كده بشهر او بشهرين. الايام لفت سبحان الله. وكانت بقى تقوم جايباه وتخلله وتقول لنا بقى ده زيتون رمضان يا ولاد. وبص تحط بقى في شطه وتحط في ايه، كفايه بس ان ماما هي اللي بتكون عاملاه. اي حاجه الام بتعملها بصراحه بيبقى لها طعم تاني. فانا بحب اجيب الزيتون واحب اخلله في البيت علشان بيفكرني كده بايام زمان، الايام الحلوه بتاعتنا دي. فانتوا لو وصلتوا لغايه هنا من الفيديو حطوا بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو مش مشتركين. مش هتخسوا ومش يعني مش هيخس منكم اي حاجه ولا هيكلفكم اي حاجه ان انتوا تشتركوا في القناه وتحطوا لي لايك للفيديو وتسيبوا لي تعليقات كتير تحت الفيديو. دعم منكم ليا وللقناه. بحبكم كتير كتير، انتوا عيلتي واخواتي وحبايبي. بصوا بجد انتوا غاليين عليا والله. بحبكم كتير يا ولاد والله. شايفين الليمون بقى كده ولسه ما حدقش، وبصوا شكله يفتح النفس، ما بالكم بقى اما يحدق وحطيت كمان الشطه دي كمان معاه. فلقاء بقى عماله تصوت جنبي تقول يا ماما هتموتنا من الشطه، يا ماما بيحبوا الشطه.